كنشكر جميع الاخوان اللي تضامنوا معايا اليوم، حقوقيين، صحفيين، المجتمع المدني، الوليدات ديالي ديال الابناء التنسيقيه والامهات ديال التنسيقيه. الحمد لله هذا شرف ليا، ولكن باقي الامنيه ما تحققتش لينا. باقي عندنا بزاف المطالب، ما بغيناش نشوفوا هاد الوليدات يبقاو يوقفوا هاد الوقفات. حقيقه هادشي كيضرنا، بغينا نتلاقاو بهم في مراكز، في حفلات، في شي حاجه اللي تخليك تشوف بان راه البلاد ديالنا تحت اماره المؤمنين، لان الملك عطى فلوس صحيحه، عطى اموال على ود هاد الوليدات. علاش هاد الناس ما كيخافوش الله؟ علاش هاد الناس؟ لان يقدروا ياكلوا ويوكلوا، راه هذا هو المشكل. راه اموال تصرفات في المبادره الوطنيه، اموال تصرفات دابا اللي غادي تصرف في الورشات الملكيه اللي خصصها امير المؤمنين بالمغرب يمشي بسرعتين، ولكن ماشي بهذه الطريقه. هاد الوليدات خصهم يتحقق لهم المطالب ديالهم. اليوم انا جاو تضامنوا معايا وجاو تعلموا حوايج زوينه، تعلموا بانهم حتى هما يخرجوا وعارفين، يعني اناس في وضعيه اعاقه عارفين علاش واقفين، جايين واخا ما فاهمينش، ولكن هما جايين واقفين عارفين بان راه واقفين باش يتم يطالبوا بالحقوق ديالهم، وهذا هو الشرف ديالنا. ندير الشهر، لو كنت بغيت ندير الشهر كنا غادي نديروا التصاور ديالنا من مولاي رشيد حتى اخر. سمحش ليا نوصل اناس لا حول لهم ولا قوه كيعتناو وكيبينوا القوه ديالهم، ولكن نساو باننا حنا كنقلبوا على التنميه. التعاون هو جينا باش نهضروا على واحد الفئه اللي هي الان طال الاقصاء، طالت ومقاطعة مولاي رشيد، وما شفنا حتى جديد، والسرقة والتخويف، ثانيات فين مشات، العار على هذا المستشار ان يقوم بالاعتداء على شخص مقعد داخل مقاطعه مولاي رشيد. هذا المستشار باش يشوف يعني المعاناه والصوت ديال الساكنين. للاسف ولينا كنشوف نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثه اثر العديد، ولكن ناخذوا عبره ان شاء الله في السنوات الجايه ونشوفوا الناس اللي يستحقوا. جينا كنعلنوا على التضامن ديالنا اللا مشروط مع الاخوان ديالنا الربعه اللي تعنفوا، وكان واحد المنتخب اللي كيتعنف علينا وجا دخل باش دير لنا شي حل مع هاد الناس هادو. تحيه نضاليه. عاش الملك. شكرا. الكلمه الاخ مشتاق الموسيقى الوطني، موسيقى السنه الوطنيه اشخاص